تعرف ان اللي قدامك دي مش مجرد سفينة عادية، لكن وحش بحر اسمه سفينة النقل شبه الغاطسة. النوع ده موجود فعلا وبيتعامل مع احجام ما تتشالش غير في الخيال. الفكرة انها بتقدر تغوص بجزء كبير من جسمها تحت المية، ولما تغوص بتخلي السطح كله يختفي تقريبا تحت البحر. بعدها الحمولة الضخمة زي منصة بترول او سفينة كاملة بتطفو فوقها، والسفينة بتقفل الخزانات وتطرد المياه فتطلع تاني وتاخد الحمولة معاها. السفن دي مصممة لنقل الاشياء اللي مستحيل تتنقل بطرق عادية، زي منصات الغاز البحرية اللي وزنها بيوصل لآلاف الأطنان. ومن أشهرها السفينة العملاقة بلو مارلين اللي نقلت قواعد رادارات ومعدات عسكرية كاملة، لأن التصميم شبه الغاطس بيدي ثبات غير طبيعي وسط الأمواج العالية، وبيخليها تقدر تتحكم في مستوى غطسها بدقة. السفينة دي مش معمولة لشحن حاويات أو بضائع تقليدية، لكن بتعتبر سفن المهمات الخاصة الشبه مستحيلة، وكل عملية تحميل بتحتاج حسابات ضخمة، لأن الحمولة نفسها بتكون أكبر من بنايات كاملة. لكن السفن دي بتتعامل معاها كأنها حاجة سهلة. تخيل سفينة تقدر تشيل سفينة وكمان تنقلها لآلاف الكيلومترات. علشان كده الشركات البحرية بتعتبرها بطل النقل التقيل البحري. السفن شبه الغاطسة مش مجرد ابتكار، لكن هندسة خارج حدود المنطق. ودلوقتي تعالوا نصلي على نبينا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام.